لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. حاجة من الحاجات اللي بتستوقفني بصراحة سيدنا عمر بن عبد العزيز لما سمعتها أول مرة، إن الحياة صعبة. احنا بنتولد في وسط ظروف ومناخ صعب، بس الحمد لله يعني ربنا بيعيننا، لأن ربنا اللي خلقنا وربنا اللي مقدر الأقدار يعني من قبل خلق السماوات والأرض، وعارفين الكلام ده وأغلبنا يعني فاهمين. بس برضو الحياة يعني فيها فترات رايحة وجاية، وفترات طفولة، وما بعد الطفولة مدرسة، وما بعد المدرسة كلية، وما بعد الكلية بقى جيش أو أيا كان، وتبتدي بقى يعني في عجلة بتدور في الحياة. فوسط الحاجات دي كلها في صراعات احنا بنمر بيها. ففي يعني مراحل حياتنا للأسف كل شوية بنقول مرحلة وهتعدي، شوية ضغط وهيعدوا، شوية تعب وهيعدوا، دور برد وهيروح إن شاء الله. بنيجي نبص نلاقي أصلا إن حياتنا كلها خلصت في فترة وهتعدي، في جملة أو كلمة فترة وهتعدي، حرفيا الحياة خلصت. وده ليه؟ عشان احنا دايما يعني ما بنعيش اللحظة، يعني دايما الإنسان وليد اللحظة. يعني الإنسان كل نفس بيتنفسه هو عمر جديد، يعني طالما انت حي ترزق فده عمر جديد. فاحنا التكنولوجيا الحديثة للأسف هي ضرت أكتر ما نفعت. هي لو نفعت فنفعت يعني فئات، وضرت فئات، يعني دمرت مش ضرت فئات. فاستخدام التكنولوجيا كمان دلوقتي يعني بقى حاجة صعبة وحاجة مستفزة ومملة، وانت مش هتقدر تسيطر. يعني انت مش هتعرف تسيطر الا على نفسك. وللاسف ساعات، وانا واحد من الناس ساعات ما بعرفش اسيطر على نفسي ولا على الحاجة اللي بشوفها او الحاجة اللي بتابعها. لان كل واحد يعني عنده معتقدات كده، وتحسه يعني عنده عادات وتقاليد. يعني ايه، هو اتولد كده عنده عادات وتقاليد، مش فاهم ازاي. فيعني ليه ما بنسألش نفسنا كل شوية هو اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط؟ مجاز يكون غلط وممكن يطلع صح. طب هنستفيد ايه لو عرفنا؟ هنستفيد حاجات كتير. لو افترضنا ان انا رايح انصح حد بالحاجة اللي انا فاكرها صح دي وهي غلط اساسا، والحد ده راح نصح حد، والحد اللي بعده نصح اللي بعده واللي بعده، وبقينا بنورث بعض جهل والعياذ بالله. يعني فمحتاجين ندقق في المعلومات اللي بتدخل لنا، محتاجين ندقق في كل حاجة بنشوفها. اي نعم في حاجات هتعدي مننا، وفي حاجات يعني هتروح وسهو علينا عادي. يعني ده وارد جدا، لان احنا بشر وبننسى، بشر وبنغلط، بشر وعندنا ضعف. يعني احنا اتخلقنا وعندنا ضعف. يعني ايه، نخلي بالنا من نفسنا يعني، ونخلي بالنا من اللي جاي. يعني ايه، نخلي بالنا على اللي جاي. يعني نحاول ايه نتعلم. وانت في الشغل يعني بلاش تخلي الشغل هو ايه، هو كل حياتك. يعني اوعى تخلي الشغل هو خلاص انت بتقوم الصبح تفطر، او بتروح الشغل تفطر تشتغل تخلص شغلك ترجع، عندكش طاقة، ما عندكش قدرة ان انت تكح في وش اي حد، عايز تقعد شوية. الروتين بتاعك ممكن تمسك الموبايل سكرول، تيك توك، فيسبوك، انستجرام، لو تويتر وزي الفل، وبتنام. فين حياتك؟ في الشغل يا ابني. حياتك يا جدعان والله في الشغل. الله، ما انا شغال اهو، وتلاقي ان حياتك اتخطفت، يعني حياتك اتسرقت منك وانت في الشغل. فهل فعلا الشغل يستاهل الهيلمان، او يستاهل الليله اللي انت عاملها دي؟ وانت لو قعدت مع نفسك هتجلد ذاتك. هي كل الفكره بس ان انت مشغول. يعني كل الفكره ان انت مشغول عن نفسك بحاجه تاني. بس صدقني لو انشغلت بنفسك، صدقني هيكون في حسابات عايزه تتصفى، هيكون في حاجات من زمان، هيكون في حاجات من قديم الازل عايزه تتفتح، الا ما رحم ربنا. يعني يا رب، يعني نعمه النسيان دي نعمه عظيمه، ان الواحد بينسى حاجات، او بس في حاجات ما بتتنسيش. فخلي بالك بقى من الحاجات اللي ما بتتنسيش، خلي بالك عشان انت بتنسى، وفي حاجات بتفتكرها. بس ربنا سبحانه وتعالى مش بينسى، لا الصغيره قبل الكبير. يعني هكررها كتير، يعني خلوا بالكم على نفسكم، وخلوا بالكم من نفسكم. يعني الاتنين، يعني اتنين ميكس، يعني اتنين في واحد. خلوا بالكم على نفسكم، وخلوا بالكم من نفسكم برضه. بس سلام عليكم.